أيها الأحبة المباركون، وفي ختام هذه الخطبة نسجل في هذا الموقف وفي هذا الزمان وفي هذا المكان وقفة شكر وامتنان واعتراف بالفضل لأهله، لبلد ما رأينا منه إلا كل خير، ما قدم لنا إلا كل خير، إلى بلد أعطانا مما أعطاه الله، أعطى هذه البلاد وغيرها 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 مما علينا ومما لم نعلم، ولم يسأل على ذلك جزاء ولا شكورا، من بلد أعطى بلدنا وصبر على سفهائها. أيها الأحبة المباركون، يقول سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أخس الناس خلقا الذي يضرب يدا مدت للإحسان، والذي يؤذي إنسانا أحسن إليه. أخس الناس خلقا ذلك الرجل. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإن شكر هذا البلد الذي قدم لبلدنا ولبلاد المسلمين الكثيرة كل خير أوجب الله علينا أن نقدم له شكرا. ولولا أن سفهاء بلدي تطاولوا على ذلك البلد الطيب ما أحوجنا إلى أن نقول هذا الكلام الذي كلكم تعرفه، لكن صبياننا من بعض وزرائنا السفهاء تطاولوا على مقام بلاد الحرمين الطاهرة المباركة. سفهاؤنا الذين تطاولوا على تلك البلاد من نواب ووزراء ألجأونا إلى أن نبين أن بلاد الحرمين بلاد خير وفضل وبركة وإحسان على بلادنا وعلى بلاد المسلمين. نشرت كتاب الله في العالم، قدمت لبلدنا أكثر من 10 مليارات من العملة الخضراء، بنت قرى ومدن وبيوت، ردت الناس إلى أهاليها، فعلت من الخير الكثير الذي علمناه والذي لم نعلم. ولا أقول لكم إلا أن من قدم الإحسان فإن الله يكافئه، وإن الله الذي سخر لبلاد الحرمين أئمة على منابر تذكر فضلها، الله هو الذي يتولى المنة عليها. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ أمنها واستقرارها، اللهم يا رب يا الله زد ملكها الحازم رضا وهداية وصلاحا، اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا رب، هو وجميع دول الخليج وكل بلاد المسلمين. اللهم إن البلاد التي آذتنا وآذت إسلامنا وآذت المسلمين اللهم انتقم منها، اللهم عاملها بعدلك. اللهم إن تلك البلاد أمدتنا بسلاح أطلق على مآذن مساجدنا، اللهم عاملها بعدلك. أيها الأحبة المباركون، الله وعد في القرآن وقال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله أمننا وطمأننا، الله لا يصلح عمل المفسدين. أمان من الله، لا تخف ولا تحزن، والعاقبة للمتقين.